يمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييكم وأرحب بكم مع حصاد الفكر. سؤال: لماذا يتشنج بعض الناس عندما ينتقد أحدهم عالم من العلماء في السلف أو في الواقع؟ لماذا هذا التشنج؟ طبعا قبل أن أجيب وأعلق على هذا التشنج، وأكد أولا أنه يجب احترام العلماء في القديم والحديث، ويجب الأدب معهم مهما خالفناهم، يجب الأدب معهم. ويجب أن نتذكر أيها الشباب أن المخالفة ليست هي الهدف، ولا الرد على الرد هو الهدف، بل الوصول للحقيقة التي تنفع الأمة وتصحح مسار فهم الدين. هذا هو الهدف. وتذكروا أن هذه الحقيقة على فكرة نسبية. الحقيقة المطلقة، الحق المطلق هو لله سبحانه وتعالى وحده. أي إنسان الحقيقة عنده نسبية ما عدا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قد يخطئ هذا الإنسان وقد يخطئ العلماء، وهذا متكرر في التاريخ. ولنتذكر أيضا كمقدمة رئيسية أنه لا يجوز الحجر على الرأي. ممنوع تنتقد عالم. لماذا ممنوع تنتقد عالم؟ طيب لأنه أعلم مني؟ لا طبعا، ممكن يكون أعلم مني وأختلف معه في مسألة، ولا نصبح إمعات، نصبح أتباع، نصبح قطيع. طبعا يمكن مخالفة الأعلم. عندما أخالف من هو أعلم مني هذا لا يعني أني أقول أني أعلم منه، لكن أنا عندي رأي في مسألة طرحها، هذا لا يتعلق بحجم العلم الذي عنده. ومن يطرح مسألة أو رأيا من حق الناس أن ترد عليه، من حق الآخرين أن يردوا عليه، ومن حقه هو ومن يؤيده الرد على الرد. هذا الرد والرد على الرد والدليل ورد الدليل بالدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا التلاقح الفكري والتدافع الثقافي هذا الذي يصنع الحضارات، هذا الذي ينهض بالأمم. لا ينهض بالأمم تقديس العلماء وعدم مساسهم وعدم الاختلاف، هذا ما ينهض. هذا التقديس على فكرة يتشكل بأشكال وله علامات، منها أن الذين يقدسوا العلماء عندما يمس علمائهم يسيء الأدب مع من خالف عالمهم. لماذا إساءة الأدب؟ الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعلم وأمرنا بالأدب. يقول عبد الله بن وهب: أخذت العلم من الإمام مالك 20 سنة، 19 سنة منها أخذت العلم، والأدب 19 سنة، ويا ليتها كلها كانت في الأدب. الأدب أهم من العلم. طبعا عندما نختلف مع عالم من العلماء فورا تأتي التهم، هذا مرتد، هذا زنديق، هذا كافر، هذا جاهل. لماذا هذا رأي، هو طرح علما وأنا طرحت رأيا. لماذا نسيء الأدب؟ لماذا نرمي التهم؟ أيضا بعض الناس يرفض السماع أصلا. إذا أحد خالف عالمه ولا شيخه يرفض السماع. من هذا الذي يتكلم؟ ليس له علم، هذا غير متخصص. إيش علاقة هذا؟ رد على المسألة، لا تهاجم الشخص، رد على الأفكار. أيضا من علامات تقديس العلماء عدم الرد المنطقي أو الرد بطريقة لا تتحملها اللغة العربية. المنطق واللغة هم أساس الحوار، هم أساس الدليل والبرهان. وقد يكون طبعا الرد برفع الأصوات. إذا واحد تكلم رفعوا أصوات وتكررت الأصوات بالجرائد والمجلات. إيش علاقة هذا بالعلم والحق؟ ما علاقته بالعلم والحق؟ يعني رفع الأصوات هذا دليل؟ هذا ليس دليل، هذا دليل الضعيف، وهذا علامة جدل. التقديس
مصدره الإعجاب الشديد، لكن هذا الإعجاب ليس له ضوابط، وسببه قلة العلم. قلة العلم هو سبب هذا الإعجاب الشديد الذي يجعل هذا العالم عند هذا الشخص لا يمس. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كلما زاد علمك قل إنكارك. كلما زاد العلم قل الإنكار على المخالفين، لأني سأعرف أن المسألة فيها آراء وفيها وجوه، فتذكروا هذا وإياكم أن تقدسوا العلماء. ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر.